مساء الخير على الجميع، ورب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة فيديو جديد. أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم وعيد سعيد على الجميع. ولكن إحنا عندنا العيد عيدين، العيد عيدين، عيدنا النهاردة وفي بكرة عيد النادي الأهلي في استكمال المشوار الأفريقي، ومنتظرين بكرة من النادي الأهلي عيدية كبيرة طبعا تليق بحجم ومكانة النادي الأهلي ومصالحة الجماهير اللي خرجت عقب أحداث ماتش الديربي الأخير اللي ما اتلعبش، حزينة جدا وغير راضية عن عدم لعب المباراة. ولكن لكل مقام مقال، ومش هنتطرق للموضوع دلوقتي، مع ان بقى يعني انا شايف ان طلب الحق بقى عيب، ان انت تطالب بحقوقك وان انت تدافع عن حقوقك بقى عيب. عشان ترضي كل الاطراف لازم تتنازل عن حقوقك، ولازم ما تطالبش بحقوقك، وده مش هيحصل، وده مش موضوعنا النهارده. ولكن عايز اقول لك معلومه بسيطه جدا. الرابطه دي من اسبوع لما اعلنت القرارات الاوليه بتاعتها كانت احسن رابطه في الدنيا، والرابطه ديت خلاص الرابطه دي محترمه، قرارات جريئه، قرارات شجاعه. ولما نفس الرابطه هي نفسها عدلت قراراتها، لا بقت كخ ووحشه، وقرارات بتجامل النادي الاهلي، والاهلي نادي الدوله وانا البلد يا رفاعي. هو ليه الكلب مكيالين؟ ما هي نفس الرابطه اللي اصدرت القرارات والعقوبات، هي نفس الرابطه اللي خففت العقوبات. هي ما لغتش العقوبات، هي خففت العقوبات. طيب بناء على ايه خففتها؟ قلنا في مستندات قانونيه اتقدمت. الناس دي لا هبله ولا عبيطه عشان تطلع تاخد قرار كده عشان ترضي النادي الاهلي على حساب الكل، لا طبعا. لان هيبقى في مساءله للناس دي. انت بناء على ايه اخدت القرارات؟ والله واحد اتنين تلاته، النادي الاهلي قدم المستندات ديت، وانا بناء عليه على لجنه التظلمات قبلت الحاجه، قبلت المستندات دي وقالت لك تخفف العقوبه. ليه الكلب مكيالين؟ ليه كل شويه طالع بقى الجهبذه والفلاسفه بتوع نادي الزمالك يطلعوا وكلام كبير جدا؟ هم بيعرفوا يلعبوا على الوتر ده، هم بيعرفوا يلعبوا وهم مفتحين لك بقى في كل حاجه. يجيبوا بقى نادي القرن مع مش عارف ايه ومش عارف ايه، دخلوا لك 20,000 موضوع في بعض ويتكلموا كلام بسم الله ما شاء الله، كلام مجعلص كبير كده. هم اساسا نفسهم مش فاهمينه، ولكن هم عارفين ان ده بيعرفوا يخشوا بجماهيرهم منين، هم بيعرفوا يخشوا بجماهيرهم منين. احنا مش عايزين نتطرق للنقطه دي بتاع رابطه الانديه وقرارات لجنه الانديه والتعديلات اللي حصلت وتخفيف العقوبه والكلام ده. عندنا ماتش مهم جدا جدا بكره، ماتش حاسم، ماتش مهم جدا، لازم تنزل بقوه ضربه تخلص الماتش من البدايه. الهلال السوداني مع احترام الكامل، نادي الهلال السوداني نادي عظيم طبعا ونادي كبير، ولكن مش ده اللي يقلق النادي الاهلي، مش ده النادي اللي يخوف النادي الاهلي. وطبعا احنا اتعودنا من نادي الهلال السوداني وجماهيره قبل المباراه بشويه الايه الاثاره اللي بيعملوها دول، وشويه المناوشات اللي بتحصل ديت، والجحيم ومش الجحيم والكلام الفاضي ده. ولكن الظاهر الزول ما بيتعلمش من الدرس، الزول كل ما بيعمل كده بياخد على دماغه. يعني المشكله ان انت كل ما بتعمل كده انت بتشحن النادي الاهلي وبتشحن جماهير النادي الاهلي عشان ينزل يخلصوا عليك في الملعب. ايه لازمه اللي انت تثير الجماهير وان هتكون مقبره وان ليه يا عم؟ ده ماتش كوره يا عم، ده ماتش كوره يا عم، ده ماتش كوره 11 قصاد 11 في الملعب. هل انت الماتشات اللي فاتت ظلمت في اي مباراه؟ لا، اتعادلنا بره الملعب وجيت هنا خدت ثلاثه. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ كلت ثلاثه بما يرضي الله، غير اللي ضاع طبعا. يعني ايه المشكله يعني؟ وايه الغريب ان يعني ان انت تطلع، يعني ان انت كل مره تصطدم بالاهلي بتطلع من البطوله؟ هو ده ذنب انا؟ هو ده ذنبي ان الاهلي دايما بيركنك على الرف وبيطلعك من البطوله؟ مش ذنبي. بلاش الفتنه وبلاش الحاجات اللي انت بتعملها دي، مش هتاكل معانا صدقني والله. ومش انت النادي اللي هتقلق النادي الاهلي، يعني مع احترامي الكامل ليك ولتاريخك وكل حاجه، نادي عظيم ونادي كبير وكل حاجه. ولكن بالنسبه للنادي الاهلي لا، انت يعني عادي، عادي في المتناول يعني. وبكره هتشوف، بس لازم الماتش كولر ينزل بالقوة الضربة من بداية المباراة. أتوقع إن شاء الله رب العالمين تشكيل هجومي بحت، هيتكون من الشناوي طبعا هيكون موجود، ربيعة وداري طبعا، هاني، أتوقع يحيى عطية الله طبعا، حسام، مروان عطية وأحمد رضا، قدامهم إمام عاشور، حسين الشحات. اتوقع اشرف بن شرقي او جراديشار لسه، يعني اتوقع ان يكون اشرف بن شرقي، علشان برضو ايه اشرف متعود على الاجواء دي، جراديشار لسه يعني ايه ما دخلش في المود قوي. اتوقع جراديشار. وسام ابو علي، وسام ابو علي محور التمركز بكره، دور مهم جدا جدا. ويا ريت يا وسام نخلص بدري 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 بدري، ما تخليش الدنيا تعقرب مننا ونرجع نقول يا ريت. الشوط الاولاني لازم ينتهي على الاقل فرق 2 أو 3، تنزل الشوط الثاني مستريح. اذا اضفت اهداف اوكي، ما اضفتش اهداف
تلعب لعبك الطبيعي، تستدرجهم، تضيع الوقت، تعمل اللي انت عايزه. اذا اضفت اهداف كان بها، ما اضفتش ما عنديش مشكله خالص. ولكن الخوف من كولر، الخوف بكره من كولر، التأمين بتاع كولر اللي بيعمله في المباريات مش محتاجه انت بكره. انت عندك نادي هينزل راصص كل حاجه. اوبينج هيلعب كده، مدرب الهلال السوداني بيلعب كده. اي مباراه تشوفوها للنادي ده خارج ارضه بيقوم رايح راصص الاتوبيس بطريقتنا المصريه كده، ويلعب على المرتده، يخطف واحده يخطف اتنين. وبالمناسبه هم عندهم بكره ممكن ما يكونش المهاجم بتاعهم محمد عبد الرحمن ما يكونش موجود، ممكن يكون الطيب اللي هيلعب اللي هو التونسي ممكن هو اللي هيلعب. فيا ريت ما تديش فرصه وتضيق المساحات عليهم جدا جدا، تخنقهم في وسط الملعب، تحاول تسدد من بره منطقه الجزاء. الحارس بتاعهم فوفانا على باب الله في الارضي، هو طوله متر و90 على باب الله جدا في الارضي. التصويبات الارضيه هتكون حاسمه جدا جدا، وهتفك الماتش وهتفك الاشتباك لو في تكتل منهم، وده اللي هيكون موجود. اوبنج هيلعب كده، هيرص لك الفريق في الثلث الاخير من الملعب ويسيب لك الكوره يقول لك اعمل اللي انت عايزه. فيا ريت تنهي بدري بدري وتخلص المباراه بدري بدري علشان نرتاح بقى ايه الشوط الثاني، تنزل بقى ايه تبقى مرتاح، تلعب لعبك الطبيعي. اضفت اهداف تخرج المباراه 2 3 4 زي ما انت حابب. تقدر توصل المباراه تعقربها على نفسك، او تقدر تفكها من البدايه وتفوز بسكور كبير جدا جدا، وتكون دي معايده ومصالحه لجماهير النادي الاهلي. يا ريت بكره يكون كولر ما عندوش اي حذر، يكون عارف ان انت هتلاعب فريق دفاعي بحت، فريق دفاعي بحت. فيا ريت نعمل حسابنا على النقطتين دول وناخد بالنا منهم جدا جدا جدا. اخر حاجه النهارده، زيزو رسميا اهلاوي. زيزو رسميا اهلاوي. خلاص يا جماعه انتهت. سيبك من اللي منزلين لك جلسه تصوير ومش جلسه تصوير والكلام ده، على حسب اللي حصل في الفتره اللي فاتت. زيزو بنسبه 95% اهلاوي رسميا، اهلاوي رسميا، اهلاوي رسميا، وحط تحتها 100 مليون خط. الجلسات اللي بيجيبوها من تصوير وبتاع ده تصوير اعلاني، مش تصوير تقديم تجديد لاعب. يعني مش معقول هتصور تجديد لاعب من قبل ما تجيبه بيمضي على عقود وتصوره قبل ما يجدد يعني مثلا. انت ايه العقليه دي؟ ايه العقليه دي يا جماعه؟ استقيموا بس الله يكرمكم، يعني مش للدرجات دي يعني. وجلسه تصوير قديمه مش جديده، جلسه تصوير قديمه مش جديده. زيزو لاعبا رسميا في النادي الاهلي لمده 4 مواسم. سلام عليكم.